فطريقة المعروق السوري الطيب ممكن تبع الأسرع، طري وقطني وريحته بتشهي. تعال نشوف سوا الطريقة خطوة بخطوة، والسر إنه يضل طازة لطعميه. هلأ هون في عنا كوبين حليب، حطينا لهم 6 معالق سكر، ونحط لهم معلقتين خميرة كبار ونحطهم على جنب لحتى يتفاعلوا، ومنبلش بتحضير العجينة. هلأ هون بعد ما تفاعل الحليب حطيناه وحطينا كمية الزبدة، هلأ بكتب لكم المقادير كلياتها بالوصف، فحطينا بيضتين. هون في عنا كيلو طحين، حطينا له معلقتين كبار بيكنج بودر ومعلقة صغيرة محلب ومعلقة يانسون اختياري ومعلقة كبيرة فانيليا. نحط مي بتخل مع العجينة وضفنا له وضفنا الخليط السائل ونخلطهم على ايدينا منيح حتى تصير العجينة هيك، ونغطيها ومنتركها تختمر تقريبا شي ساعتين. هون في عنا نص كيلو عجوة ونحط معلقتين سمنة ومنشكله بهالطريقة. وهون في عنا جوز هند تقريبا شي ربع كيلو، بنحطه 3 معالق قطر ومعلقتين سمنة وبنحركهم منيح منيح. هاي العجينة ما شاء الله بعد ما اختبرت صارت جاهزة. أنا قسمتها نصين وكل نص قسمته 8 قطع، هيك بيكون ممتاز القياس. هون بنشكلها بهالطريقة لحتى تختمر ونبلش نستخدمها. هلا وقت الرق هون رح أعطيكم 3 أشكال للمعروق. هي أول شكل كتير سهل، بنشكله بالسكينة بعدين بندورها وبتطلع معنا بهالشكل. وهذا الشكل التاني أول شي نحط العجوة ونسكرها، بعدين بنفتحها بالمقص، هيك العجوة بتضل جوا وما بتبين. شوفوا ما شاء الله العجينة شو طرية وما أحلاها، بتتشكل كيف ما بدكن. دهنته معلقتين نسكافيه ومعلقتين حليب ومحط سمسم على الوش وهي جوز الهند. شوفوا طريقته شو سهلة وسريعة وما بده شغل كتير، ما بيعذب معكم. وهي هلأ في عنا هون طريقة النجمة، رح فرجيكن شلون تنعمل. انتو حبايبي انتو بتشكلوا كيف ما بدكن، قولولي لوين وصل الفيديو ومنو عم تتابعوني، وحطولي لايك إذا جربتوا الطريقة وإذا نجحت معكن. شوفوا ما شاء الله ما أحلى. هلأ هون طلع عنا المعروق سخن، فورا دهنا السمنة سخنة على الوش ضل معنا تازة تاني يوم. شوفوا ما شاء الله الجمال والطراوة، مثل ما بيقول المثل المعروق أكلة الملوك. تفرجوا ما شاء الله من جوا شو طري وهش. إذا جربتوا الطريقة قولولي، ولا تنسوني باللايك وبالمتابعة. اكتبولي بالتعليقات لوين وصل الفيديو ومن أي بلد عم تتابعوني. حطولنا لايك ومتابعة لا تنسوا.